لو فاكر إن الرعب موجود بس في الأفلام، استنى تسمع القصة اللي قلبت إنجلترا سنة 96. في بنات بيكونوا لسه عايشين براءة الطفولة، وفجأة يدخل في حياتهم وحش لابس قناع الطيبة. كيلي آن بنت عندها 14 سنة، كانت فاكرة إنها لقت حد هيحميها، لكن اللي استناها كان كابوس أسود اسمه جيمس باترسون سميث. كيلي آن مراهقة عندها 14 سنة، فرحانة بالدنيا وعايشة براءة سنها. في يوم عادي ظهر في حياتها جيمس باترسون سميث، راجل أكبر منها ب32 سنة، بس لعبها صح، دخلها بكلام لطيف وابتسامة هادية وكأنه فارس هيحميها من الدنيا. بدأت القصة بكلمة هنا ولمسة هناك. هو كان عارف ازاي يسيطر على عقلها، يديها إحساس إنها مختلفة مميزة وإنه الوحيد اللي فاهمها. كانت كيلي في السن اللي محتاجة تسمع كلام زي ده، قلبها بيرفرف بسرعة لأي كلمة حلوة. العلاقة بينهم فضلت سرية، محدش يعرف عنها حاجة، وده اللي خلى المشاعر تزيد. هو مثل دور العاشق الغيور اللي مش عايز حد يقرب لها، وهي صدقت إن غيرته حب مش مرض. لما كانت ترجع البيت تبص في المراية وتحس إنها لقت حد يقدرها، وده رغم إن جواها كان فيه خوف صغير مش فاهمة سببه. في اليوم اللي كيلي جابت فيه جيمس البيت، مارجريت أمها حست بحاجة مش طبيعية. هو كان قاعد عادي بيضحك وبيتكلم كأنه شخص وديع، لكن قلبها كان بيدق بقوة. وهي واقفة في المطبخ عينها وقعت على سكينة العيش، ولسبب مش مفهوم جالها خاطر أسود: اقتليه قبل ما يأذي بنتك. مارجريت اتجمدت من الفكرة، ازاي تخطر على بالها حاجة كده؟ لكنها عرفت بعدين إن اللي حست بيه كان حدث الأم، حدث كان بيصرخ الحقي بنتك قبل فوات الأوان. لكن كيلي ما خدتش بالها من الإشارات دي، ولا حتى من إحساس أمها اللي كان بيصرخ جواها. هي شايفة قدامها راجل بيقول لها كلام عمرها ما سمعت زيه، وبيخليها تحس إنها مختلفة، ولما يعدي يشوفها يخليها تحس إنها في قصة حب كبيرة زي اللي بتشوفها في الأفلام. هو كان دايما يقول لها أنت مش زي البنات اللي في سنك، أنت مختلفة وأنت ليا أنا بس. بعد سنتين وهي لسه 16 سنة خدت القرار اللي قلب حياتها، سابت بيت أهلها وراحت تعيش معاه. ساعتها افتكرت إنها بتختار الحب والحرية، لكنها كانت في الحقيقة بتختار بداية النهاية. أول ما دخلت كيلي بيت جيمس حست إنه مختلف، ريحة غريبة في الهوا، والأوضة ضلمة كأنها ما شافتش شمس من سنين. هو كان مبتسم شايل عنها شنطتها وبيقول لها من النهاردة البيت ده بيتك. بس لما الباب اتقفل وسمعت صوت المفتاح وهو بيلف في القفل، قلبها اتقبض للحظة. حاولت تضحك وتطرد الإحساس ده، لكن كان في جواها صوت صغير بيقول انت مش جاية على بيت، انت داخلة فخ. أول ما دخلت بيته كان لسه في صورة الراجل الحنون اللي بيقول لها من النهاردة انت معايا محدش هيأذيكي. لكن بعدها بأيام بدأت تطلع أوامره: ما تكلميش أصحابك، ما تكلميش أهلك كتير، أنا بس اللي أعرف مصلحتك. كيلي بحكم سنها الصغير صدقت إن ده غيرة وحب، بس في الحقيقة كان سجن متقن. بدأ يعزلها أكتر، منعها من المدرسة ومن الشغل ومن أي حد يتواصل معاها. أهلها حاولوا يطمنوا عليها، بس هو كان بيرد هي كويسة بس مشغولة دلوقتي. ومع مرور الوقت الغيرة اتحولت لسيطرة، والسيطرة اتحولت لعنف. في الأول بدأ يشدها أو يمسكها جامد، بعد كده بدأ يضربها بحجة إنها عصبته. في كل مرة يعتذر ويقول لها أنا بحبك، أنت السبب إني بغير. ومع كل اعتذار كيلي كانت بترجع تسامحه، لدرجة إنها بدأت تصدق إن الغلط منها هي. أمها وأبوها كانوا ملاحظين إن في كدمات غريبة بتظهر على جسمها. كل مرة يسألوها كانت تضحك بخفة وتقول دي حوادث عادية يا ماما، وقعت واتخبطت مفيش حاجة. بس الحقيقة كانت أبشع بكتير. كيلي ما كانتش عايزة أهلها يعرفوا إن جيمس بيأذيها، كانت مقتنعة إن ده حب وإنه بيغير عليها زيادة شوية. حبته لدرجة إنها تضحي بنفسها وتخبي ألمها بابتسامة عشان تفضل محتفظة بيه، حتى لو كان بيكسرها من جوه. الراجل ده كان عنده غيرة مرضية وبارانويا،
يعني عايش في وهم وشك طول الوقت. كان شايف العالم كله بيهدده، خصوصا الستات، والأطباء النفسيين في المحكمة قالوا إنه كان عايش في واقع مشوه. تقدر تقول إن جيمس ما كانش مجرد عنيف، ده كان كاره للستات بشكل مرضي، وكل ما علاقة تنتهي يطلع منها أخطر من الأول. بس المرة اللي جه فيها على كيلي كانت المرة الأخيرة. جيمس اللي كان شايل جوه دماغه مرض وكره للستات لقى في كيلي الضحية المثالية، ضحية صغيرة بتحبه وسايباه يسيطر عليها. ولما ابتدت تفكر تبعد عنه اتجنن. في وقت من الأوقات كيلي حاولت تسيبه ورجعت بيت أهلها بعد خناقات معاه، كأنها ابتدت تفوق. بس للأسف في نوفمبر 1995 رجعت له تاني، والرجوع ده كان بداية الكابوس الكبير، لأن بعدها التعذيب استمر معاها حوالي 4 أسابيع كاملة قبل ما تموت. 4 أسابيع من الجحيم. اللي حصل بعد رجوعها ما كانش ضرب ولا خناق عادي، ده كان حفلة تعذيب يومية. كل يوم جيمس كان يختار طريقة جديدة يخليها تتألم بيها، كأنه بيجرب أساليب مختلفة على جسمها الصغير. الأطباء قالوا إن جسمها بعد الوفاة كان ملف رعب كامل، أكتر من 150 إصابة. جيمس كان في أوقات بيربطها بحبل من رقبتها أو حتى من شعرها في السخان أو في قطع أساس في البيت، وكأنها مش إنسانة، مجرد لعبة في إيده. جسمها كان مليان إصابات تعدت 150 إصابة مختلفة، يعني مش مجرد كدمات أو خبطات، ده كان مسلسل رعب متواصل. اللي عمله جيمس في كيلي كان فوق الخيال، وده بعض اللي اتكشف. من الإصابات دي كان بيدلق عليها مية مغلية على ظهرها، كوى فخدها بالمكوى السخنة، كسر دراعها، طعنها بسكاكين وشوك ومقصات حتى جوه بقها. ايديها اتسحقت كأنها اتكسرت تحت ضغط متعمد، شوه ودانها ومناخيرها وحواجبها، بقها وشفايفها كانوا مدمرين، وحتى أعضائها التناسلية كان بيضربها بأدوات زي المجرفة والمقصات فيها. كل رقم هنا مش إصابة وخلاص، كل رقم كان عذاب جديد، وكيلي كانت بتتقطع حتة حتة وهي لسه بتتنفس. بعد 4 أسابيع كاملة من الجحيم وصل الكابوس لنهايته المأساوية. كيلي ما كانتش قادرة تتحمل أكتر، وجسمها كان اتكسر من كتر العذاب، وساعتها جيمس قرر ينهي اللعبة بطريقته الباردة. يوم 16 إبريل 1996 جيمس باترسون سميث بنفسه اتصل بالشرطة وقال بصوت بارد: أنا قتلت كيلي، بس كان بالغلط. حصلت مشادة في الحمام وهي بلعت مية وماتت رغم إني حاولت أفوقها. وكمل يقول بكل بجاحة: هي أصلا كتير كانت بتتظاهر إنها يغمى عليها. الشرطة أول ما دخلت البيت اتصدموا من اللي شافوه. كيلي كانت مرمية عريانة في أوضة النوم، والدم موجود في كل ركن وفي كل غرفة، كأن البيت كله شارك في حفلة التعذيب. المنظر كان جحيم حي. المحقق جوزيف مونجان اللي شاف قضايا قتل مروعة قبل كده وقف مذهول وقال: بقالي 15 سنة في الشرطة، عمري ما شفت منظر زي ده. لكن الحقيقة اللي ظهر بعد كده في التحقيقات والمحاكمة كان ألعن وأرعب من كل اللي تخيلوه الضباط وهم واقفين قدام جثتها. لما عملوا تشريح لجثة كيلي الكارثة ظهرت كلها. التقرير الطبي قال إن السبب الأساسي للوفاة كان الغرق بعد ما جيمس خبط دماغها في الدش، بس دي ما كانتش النهاية، دي كانت آخر محطة في سلسلة طويلة من العذاب. الدكتور ويليام لولر الطبيب الشرعي قال كلمة خلت القاعة تسكت: كيلي فضلت عايشة أسابيع كاملة وهي من غير عيون، عايشة في ضلمة، جعانة وعطشانة، وجسمها بيضعف يوم ورا يوم وهي لسه بتتعذب. والأبشع إن التحقيق كشف إن جيمس ما كانش أول مرة يعمل كده. ستات كتير من اللي ارتبطوا بيه قبل كيلي طلعوا يشهدوا قدام المحكمة، ضرب، تعذيب، سيطرة. شهادتهم أثبتت إن اللي حصل مع كيلي ما كانش لحظة غضب، لا، ده كان أسلوب حياته. والمرة دي لقى ضحية صغيرة ما قدرتش تهرب من تحت إيده. المحاكمة اتعملت في محكمة مانشستر الملكية،
سميث وقف قدام القاضي وحاول يبرر جرايمه بطريقة واضحة، وقال: كيلي كانت بتستفزني وتخليني أتجنن، هي اللي كانت بتأذي نفسها عشان تخليني أبان إني الوحش، حتى قالت لي أتحداك تعميني وتطعني. يعني الراجل بكل بجاحة حاول يقلب السحر على الساحر ويحط اللوم على الضحية كأنه هو البريء وهي المذنبة. لكن الدكتورة النفسية جيليان ميزي شهدت ضده وقالت إنه بيعاني من بارانويا شديدة وغيرة مرضية بتخليه يشوف الدنيا كلها بعين مشوهة. المحلفين ما خدوش غير ساعة واحدة بس علشان يقرروا مصيره، ويوم 19 نوفمبر 1997 وهو عنده 49 سنة القاضي ساكس نطق بالحكم: سجن مؤبد بحد أدنى 20 سنة، وفي مصادر بتقول 25 سنة. القاضي بصله في عينه وقال: دي واحدة من أبشع القضايا اللي مرت عليا، انت إنسان مخادع وشرير، ومكانك الطبيعي إنك تفضل سنين طويلة ورا القضبان. القضية دي ما كانتش مجرد جريمة قتل، دي بقت رمز من رموز العنف الأسري البشع في بريطانيا. سميث كان من حقه يقدم على الإفراج المشروط بعد 20 ل 25 سنة، يعني من حوالي 2017 لحد 2022، وفي سنة 2023 اتعملت له أول جلسة إفراج مشروط. الناس كلها كانت مترقبة تشوف إيه اللي هيحصل، لكن مجلس الإفراج رفض يغير وضعه وقالوا إنه ما ينفعش يخرج لأنه مازال خطر كبير على أي حد حواليه. دلوقتي هو لسه محبوس في سجن وايموت، والاحتمال الأكبر إنه يفضل هناك لبقية عمره. وحتى آخر تحديث لحد أغسطس 2025 مفيش أي خبر عن خروجه. قصة كيلي آن مش مجرد جريمة في الماضي، دي صفعة بتفكرنا إن الشر ساعات بيستخبى في وش بريء، في كلمة حلوة، في ابتسامة هادية، وأول ما تسمح له يدخل حياتك ممكن يقفل عليك باب ما يتفتحش تاني. لو حسيت إنك في علاقة كلها سيطرة وأذى، اهرب قبل ما تتحول من حكاية حب لحكاية موت.